السلام عليكم، ولاء عبد العزيز معاكم، صاحبة سنتر بكار مول سابقا وماسة حاليا. ومعايا سؤال مهم جدا: ازاي اعرف ان الشعر مقصف او ايه هي علامات الشعر المقصف؟ في 3 علامات مهمة قوي، لما تشوفيها تعرفي ان انت كده عديتي مرحلة التقصف المتوسط. اول حاجه في نسبه هيشان عاليه، ومش بس الهيشان، لازم يتوفر الشرطين اللي كمان الجايين: كثافه اقل. بمعنى ايه؟ ان هو يبقى فوق كثافه وتبقى غالبا عاديه او متوسطه، ويبدا يقل 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 لحد ما ينزل على مفيش. ده المقصود بكثافه اقل. المقصود بكثافه اقل في النص اللي تحت عن اللي فوق. تالت علامة ملمس أكتر خشونة، بمعنى إن فوق يكون ملمس وتحت يكون ملمس تاني. ده معناه إن اللي تحت ده مقصف جدا. يبقى ال3 علامات دول لما تشوفيهم، اللي هو نسبة هيشان وبيكون معاها كثافة أقل في الجزء اللي تحت مع ملمس أكتر خشونة، هنا تعرفي إن أنت دلوقتي في مراحل تقصف أقرب للشديدة للأسف. ولو عندك سؤال ابعتيلي على القناة أو تواصلي معايا على الخاص، هتواصل معاكي فورا.